كنت ماشية في وسط البلد والجو كان حر وزحمة جدا، لحد ما لفت نظري كده محل صغير بس شكله قديم كده. اليافطة كان مكتوب عليها أنتيكات وتحف نادرة. شدني فضول دخلت أبص. لقيت حاجة غريبة قوي، مرايات، عرايس قماش قديمة، تماثيل مش مفهومة. بس أكتر حاجة شدتني كان شمعدان معدني لونه ذهبي بس باهت. شكله فخم بس عليه تراب كأن محدش لمسه من سنين. سألت الراجل بكام ده، بصلي كده وقال لي اللي ياخده ما يجربش يولعه. ضحكت وافتكرت ان هو بيهزر، دفعت وخدته ومشيت. رجعت البيت وحطيت الشمعدان على الكوميدينو. بالليل كنت قاعدة لوحدي في الضلمة، فجأة الكهرباء قطعت. افتكرت الشمعدان وقلت اجرب اول مرة اشغله. ولعت فيه شمعة، واول ما النور اشتغل حسيت ان في حد ورايا بيتنفس. لفيت بسرعة، مفيش حد، لكن الشمعدان نفسه كان دافي وحواليه دايرة سودة كأن الأرض اتحرقت. بدأت تحصل حاجة غريبة بعدها. كل ليلة الشمعة تطفي لوحدها الساعة 3 بالظبط، وساعات أصحى ألاقي الشمعدان مقلوب على الأرض والشمع سايح على شكل رموز. وفي مرة صحيت من النوم على صوت حد بيقرب من ودني وبيقول: رجع الشمعدان قبل ما يحرقك زيه.